بغية المريد. بغية المريد. بغية المريد إبحار في عالم التصوف. إبحار في عالم التصوف. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. بغية المريد مع أسماء بوعد. إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين الناس. الخير عليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم على أمواج إذاعة الجزائر المستغانم، وفي حصتكم حضرة بغية المريد. سي مولاي، الخير عليكم ومرحبا بك. الله يسلمك سيدة أسماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المستغانم. ودائما نقولوها داخل الوطن وخارج الوطن، واللي هما راهم يتبعوا بنا عبر الأثير يعني، وخاصة على النت يعني في الانترنت اللي راهم من خارج الوطن وراهم مساكن يتواصلوا معنا، نقول لهم مرحبا بكم في حضرة بغية المريد، ويعطيهم الصحة اللي راهم على كل حال يشجعونا على كل حال، دائما يعطونا الملاحظات تاعهم، وراهم يشجعونا لانهم راهم يعني ما راهمش عايشين معنا في الجزائر اليوم، ولكن مساكن متعطشين لهذا الشيء، وهذا الشيء احنا راه يجعلنا راه يشجعنا ويحفزنا ربما لتناول مواضيع اخرى وباش نروحوا ابعد في هذه الحصه ان شاء الله. ان شاء الله. ومنهم اللي من مستمعينا هذو المشكورين في مستمعين هذا الاسبوع اتصلوا بيا مستمعه متتبعه الحصه، يعطيها الصحه، قالت من حتى ولا كلمه تخفى عليا، قالت نسمع ونعاود ونكتب واش تقولوا. اقترحت انك تخيرنا ورد كانه بركه نفتتحوا به الحصه. قالت لي بما انكم تقولوا انها حضره بغيه المريد، يا اخي بداوها لنا بالورد. والاستاذ الثاني استاذ مشكور، والاستاذ شيخنا استاذ لاطروش، الله يسلمه، العربي لاطروش، ربي يحفظه، حتى تحيه كبيره ليه. نهار اللي ما سمعش الحصه وتبدل تغيير تبغيتها، جا حتى الاذاعه وقال لي ما سمعتهاش نهار الخميس، قلت لا 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 راهي نهار السبت. يعني شوف نعم، يسمح لنا من العناء التنقل ويجي الاذاعه. قال لي سمعت الحصص، تكلمتوا على الزوايا ودور الزوايا، وخذينا نموذج من مستغانم من اولاد الزوايا اللي جاهدوا المستخدم الفرنسي. قال لك يا ريت تعاودوا ترجعوا لنا للتربيه الروحيه، بما اننا قلنا ان التصوف اتفقنا انه هو التربيه الروحيه. تربيه روحيه، نعم. واش رايك استاذ مولاي في اقتراحين؟ حقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال نحيي يعني الأستاذ لاطروش اللي هو على كل حال تربى وترعرع في زاوية الشيخ بنتكوك، واللي على كل حال يدرك ربما الأمور ما معناها التربية الروحية. وأنا ربما نتفهم يعني الانشغال نتاعو لما راه يخرج للمجتمع وراه يشوف الفراغ الروحي اللي راه يعيشوا ولاد الجزائر، لأن من المفروض أن أبناء الجزائر ما يكونوش شباب عندهم فراغ روحي. مفروض. هذه كارثة. لماذا وصل بنا الحال حتى لهذا الأمر هذا اليوم، رغم أننا يعني لما نشوف أصلنا ونشوف يعني كل ما كتب وكل ما توارث ولو شفهيا عن طريق جداتنا وجدودنا ووالدينا كان كله روحي. أصبحنا اليوم ربما ككل مجتمعات في الحقيقة يعني هذا الفضاء الأزرق والعالم الافتراضي هذا فرض علينا أفكار، واليوم ما رانا نخموا، رانا نحاولوا كيفاش يعني ربما هذا التراث الروحي. وتكلمنا بزاف سيدة أسماء على باللي الصوفية عندهم كما يقول له يا ودي، كما كان مقالة في المقدمة اللي كتبها الشيخ أحمد العلوي في المنح القدسية، اللي يقول يا ودي لا تستعجب إذا رأيت أن الصوفي استخرج من الخل العسل. يعني هو يعني كعبارة باللي يودي هذا الرجال كرمهم ربي بأن كل ما هو نشوفه احنا سلبي عندهم ربي عاطيهم كيفاش ينجموا يلقنوا. تكلمنا على مسألة التلقين، كيفاش يقدروا يلقنوا للمسألة، وربما الظاهر تاع اللي كان يبان نحن مادي هما عندهم الوسائل كيفاش يرجعوه، يعني ربما يفوت واحد الرسالة روحية حية ولو عن طريق العالم الافتراضي. يعني هذا الشيء هذا حقيقة المطلوب منا اليوم أننا حيث الوسائل المتاحة اليوم باش هذه التربية الروحية تعمم، ولكن لحكمة يعلمها ربي. لأن قال لك تخلي وتحلي، تكلمنا في هذا المصطلح. ربما رانا في التخلي التام، رانا نشوفوا التقلبات اللي راه فيها العالم اليوم، والاحتياج والكلام ربما في مسألة الروحيات، وكيفاش الشباب اليوم راه يحوس يفهم، والفهم نتاعو ما هوش الفهم نتاع الجيل اللي سبق، يعني لانه تخلطت المساله مع الافتراض.
يعني كيفاش ربما يقدر يسلك، نقولها كيفاش نقدروا حنا كذلك نسلكوا من هذه المساله اللي، ولكن ربما وما يفعل ربك الا خير. ربما انا ماشيين، ربما الواحد نتمنى ان بغيه المريد تكون وسيله من الوسائل اننا نمرن الاشياء الجميله لمشايخنا ان شاء الله يا ربي. احنا دائما نقول على يدنا وليس بيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله 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 العظيم. بغية المريد. بغية المريد. موضوع اليوم جميل جدا. أنا أجمل عبارة في هذا الرجل اللي يقولها أنا تعجبني، يقول بما أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في كل شيء فوجب علينا محبة كل شيء. ما هذا إلا الأمير عبد القادر الجزائري. نعم. خيرتها اليوم سيمولاي، خيرتها اليوم ضيوفك معه. خيرتها اليوم لأن كما قلتي حنايا كنا محظوظين ربما أننا حضرنا محاضرة حول الذكرى 190 لمبايعة الأمير عبد القادر. 190 سنة. نعم 190 سنة، يعني شيء قرنين من الزمن، ما هيش مسألة سهلة. يعني كان احتضنت في السنتر، يعني في المركز العلم الأنثروبولوجية بمدينة وهران، وكان يعني حضرنا يعني الحضور اللي راه معايا اليوم. أتشرف بوجود السيدة فاطمة دحام، كانت موجودة معنا في هذا يعني هذا إحياء هذه الذكرى. مرحبا بك سيدة فاطمة. شكرا لكم. شكرا. وكذلك حضر معي صديقي وأخي سي مصطفى الرجعي، يعني كدكتور يعني في علم الاجتماعي. ولكن بغيت أنا لأنهم كنا كلنا حاضرين، بغينا نرجعوا يعني كيفاش الجو اللي كان في هذه، لأن المتدخلين كانوا ثلاثة. كان السي عبد الوهاب الغراس اللي نحيوه يعني على كل حال من هذا المنبر هذا، لأنه تطرق للأمير عبد القادر في شبابه، وهو مولع بالأمير عبد القادر. مولع، هو مولع بكل صراحة. هو قال لك مولع بابن عربي هو من كثر بالغراس، من كثر يتكلم عن عقاد قال لك ساعة يخرج في المنام. يجي في المنام. مولع عبد القادر، فوالا ها العبارة، مولع عبد القادر، مولع عبد القادر. شوف هذاك الكلام اللي هو. والمتدخل الثاني كان على كل حال سي عصام طوالبي، الدكتور عصام طوالبي، اللي كان هو من الجزائر العاصمة يعني تنين، يعني في كلية الحقوق، واللي كانت تتطرق إلى فلسفة الأمير. يعني ربما نتكلموا على أمير عبد القادر الصوفي، أمير عبد القادر المجاهد المقاوم، ولكن لم نتطرق للشق يعني الفلسفي للأمير. والمتدخل الثالث كان الشيخ عدلان بن تونس، الذي تطرق يعني لما معنى المبايعة، ما معنى رمزية المبايعة عند الأمير، ولماذا المبايعة. أنا على كل حال غادي ربما نبدأ كما قلنا احنا علاش اليوم رحنا لمسألة المبايعة، لأن في المجتمعات نتاعنا يعني في الزمن القريب ماشي بعيد بزاف كانت الناس تجي تبايع، يعني القبائل عندنا احنا مستغانم مشهورة، كل القبائل اللي كانت في مستغانم، سواء المجاهر ولا سويد ولا يعني كلهم فاتوا على هذه مسألة المبايعة. وتكلمنا سيدة أسماء، تطرقنا في الحصة ديال علم الورد باللي الإنسان لما يكون مريد ويبغي يأخذ الطريق على شيخ، ضروري ما يفوت بما تسمى بالمبايعة أو بأخذ العهد، يقبض على الشيخ. ولكن اليوم كما يعني نعاود نرجع للسؤال الذي طرح: هل القبائل التي بايعت الأمير هل بايعته لأنه كان شابا وسيما؟ ماذا بايعت في الأمير القبائل؟ قبل كلمة المبايعة بالك ولاد دروك ما يعرفوهاش، سمعوا غير في فيلم الرسالة. ربما صلح الحديبية. فيلم الرسالة هذه يا مصطفى العقادي كتر خيرها، درنا هذاك الفيلم راه يكرر كل مرة، يتم يسمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بويع تحت شجرة، الشجرة الفلانية، واختفت تماما من موروثنا، مش الصوفي، موروثنا التاريخي والاجتماعي والثقافي والتاريخي تماما اختفت.
مش عارفه انا الطلبه الان يعرفوها. استاذ مصطفى نرجعوا له. مصطفى والله ماني عارف جسمه. هذا هو السؤال في هذه الحصه، يعني ما بدا بقي من مبايعة الامير، ماذا بقي في الذاكره، ماذا بقي عند الناس، ماذا تعني. ربما هذه كلمه المبايعه يفوتوا عليها كما قلت اما في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره في الرساله، ولا يفوتوا عليها في كتب التاريخ، يفوتوا قال الامير عقد البايعه. ولكن هل توقفوا عندها؟ هل نعرفوا واش معناها دلالتها؟ هذا هو السؤال. يجدوها في آية فقط. ومن بعد كاع نعرفوا يقول لك شنو نديروا بها اليوم، بقاش مبايعه اليوم. هاي مبايعه راحت صاي امير وبايع. هذه هذا دور. ما تقولش راحت سي مصطفى. يعني قادر واحد الشاب يقول لك اودي هذاك باقي مبايعه دروك، خويا يقول لك صاحبي. معنا عصام اللي كنا جبنا يقول لك ما بقاتش مبايع. واش معناتها مبايع؟ حتى المصطلح تبدل وتنقبض على الشيخ. ولا حتى هذا المصطلح شكون يعرفه؟ شكون يعرفه باللي كاين الشيخ وكاين ياخذوا العهد؟ شكون يعرف؟ نرجع لهذه سي مصطفى. على كل حال انا ماذا بيا نرجع للسيده فاطمه. يعني كما قال سي مصطفى سيده فاطمه، اليوم لما نشوف المجتمع، انت كنت في التعليم ودرستي وكذا، ماذا بقي من معنى المبايعة عند الشباب؟ اعطينا النظره تاعك، يعني اسكو بقي حاجه، يعني هل ترى باقيه حاجه اليوم عند المجتمع تاعنا، ولا انا ما نقول ما بقى والو كيما سي مصطفى، لا الكلمه ما نقولهاش ولكن ماذا بقي من المبايعة؟ هو سؤال مهم جدا. أولا السلام عليكم وشكرا على هذه الدعوة للحضور في هذه الحصة الشيقة الجامعة ما بين الفكر والذكر والثقافة. والجواب على هذا السؤال هو سؤال مهم. المبايعة اليوم السؤال الذي يطرح كيف، ما العمل لإحياء هذه الفكرة، لأن كنا نرجع في التاريخ، هي ترجع للواقعة، واقعة اللي حدثت في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من بعد ما خرج من مكة بطريقة القوة، ولم يعترف به كنبي ولا بالرسالة، ووضعت قريش شروط مجحفة ومهينة في حقه وفي حق أتباعه. وبعد مرور مدة زمنية تغيرت الأوضاع وأصبح المسلمون في موقع القوة، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مكة غرض الحج. يعني كان فكر التناحر هو المسيطر على العلاقات ما بين القبائل. وعندما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى مكة، قرر أن يدخل من خلال التفاوض مع قريش، رغم أنه كان في موقع القوة. قال أنا ندخل إلى مكة عن طريق التفاوض. يعني كانت له البصيرة، ومن الحكمة نتاعه أنه وضع القوة المادية جانبا، وقال أنا نتحاور مع الجانب الآخر اللي هو في موقع ضعف. وقبل باش يقوم بهذا الشيء وبكل تواضع بعض الصحابة المقربين استغربوا من هذا الأمر ولم يقبلوا به. قال لأن الفكر السائد هو أنك كي تكون في موقع قوة لك الحق أن تدخل وتغزو. وبالتالي انقسم الرأي. هناك جماعة من الصحابة آمنت به إيمان كامل لا شك فيه ولا ريب، وجماعة دخلها الشك، رفضت هذا. إذن وقع الانقسام. السؤال الذي يطرح ما المغزى؟ لماذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا اختار طريق الحوار؟ لأن هذه الواقعة من خلالها بايعوا هذه الجماعة تاع الصحابة المقربين أهل اليقين، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان بالمقابل الجزاء نتاعهم كانوا أنهم ربي يرضى عليهم ورسوله. إذن كانت عبارة عن تجارة، اليقين مقابل الرضا، ولكن اليقين القاطع للشرك والشك. كانوا متيقنين أن بصره حديد. كانت نقطة تحول في فكر الإنسان بصفة عامة، وليس في الإنسان المتواجد بشبه الجزيرة العربية فقط. فهذا كانت نقطة تحول في النظام، في العلاقات الإنسانية، الانتقال من فكر التناحر إلى فكر التحاور. هذا شيء مهم. وفكر التحاور يبنى على قيم إنسانية،
قيم إنسانية كرمت الإنسان على باقي المخلوقات. هذه القيم الإنسانية الكونية هي العفو، الصفح، التسامح، الدفاع عن الضعيف. فرسالته كانت للخلائق، للجميع. والسؤال اللي طرحه سي المولاي: ما أهمية المبايعة، هذه المبايعة المباركة اليوم؟ كيف نحافظ عليها كما وقعت، وكيف نبلغها؟ لأن العهد، المبايعة هي عهد للوفاء والتبليغ. إذن أنا أؤمن، لازم نأمن بهذه القيم الإنسانية: الرحمة والتسامح والدفاع عن الضعيف والكرم. كل هذه القيم لازم لي أنا نأمن بها ونعمل بها ونزيد نبلغها للأجيال القادمة. هذا شيء مهم جدا. الجواب عن هذا السؤال: كيف يمكننا أن نبقي على هذه المبايعة حية؟ تكون من خلال الإيمان بهذه القيم الإنسانية الكونية التي كرمت الإنسان على باقي الخلائق، والتي إذا زالت هذه القيم الإنسانية فإن وجود الإنسان على الأرض يكون إلى الزوال. والدليل على ذلك نحن اليوم نسمع في جميع القنوات عن الحرب النووية، فهي في الأجندة. والأمين العام للأمم المتحدة المتواجد بشرم الشيخ بمناسبة كوب 27 قمة المناخ، راه صرح بكل وضوح أن للإنسانية عليها أن تختار ما بين التضامن أو الانتحار الجماعي، يا إما هذا وإما هذا. إذن هذه القيم الإنسانية ممكن أن نحافظ عليها من خلال التربية في المدارس. في مدارسنا نربي الأطفال، نزرع فيهم هذه القيم النبيلة التي تمكن الطفل على أن ينمو بطريقة منسجمة ومتزنة حتى يصبح في المستقبل إنسان واعي بمسؤولياته تجاه نفسه واتجاه الآخر واتجاه البيئة، مستقل بذاته، حر وقادر على أن يحقق السلام، لأنه متشبع بهذه القيم الأخلاقية منذ نعومة أظافره. إذن قادر على أن يحل هذه النزاعات بالطريقة السلمية لا بطريقة العنف. بغية المريد إبحار في عالم التصوف. إبحار في عالم التصوف. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. أمير عبد القادر هكذا تربى؟ نعم. إذا مادام هو جاء عن طريق المبايعة، كان أميرا عن طريق مبايعة، فهو ورثها من السلسلة هو ورثها. هذا اللي بدنا نرجع له، هذاك الورث. لولا أن كان وارثا محمديا لما بايعته القبائل، لأن شافوا فيها النظرة المحمدية. لأن لنتخيل صلح الحديبية، المسلمين في موقع قوة، وقريش من المفروض أنها كانت في موقف ضعف، ولكن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اختار طريق شفقة على قريش. ارحموا عزيز قومي ذل. يعني شوف كيفاش، ولو كان ولكن كان قادر، ولكن اختار. اليوم السيدة فاطمة دارتنا كما يقولوا اليوم في الشيء اللي راه يعيشوا العالم اليوم. نرجع اليوم العالمي اللي عايشين معه، أي جربت الإنسانية، كاد اليوم ما زلنا نمول للحرب. ورانا نقول حتى اليوم رانا نقولوا القوى الكبرى اللي تقول أودي لو كان غير نرجعوا للحوار. مسح كان اللي يقول اليوم أنا ما جاش الحوار لأن دمرتوني. ما زلنا في أفكار تكلمتي على الأنا اللي قوا هذاك اللي راح يحوس اليوم أنه يبقى أنا النقطة اللي حبيت نرجع لها سيدة أسماء في هذا الشيء كله بالتدخل سيدة فاطمة. ما نرجع سيدي مصطفى، أننا ربما الحل أننا نعاود الربط بالسر الروحي المحمدي الذي كانت له طاقة كبيرة. خاطر ما تقدرش اليوم تقبل غير هكذاك إذا ما كانش عندك واحد الرصيد روحي وربط. لا رصيد روحي، لأنك مربوط، نقولها بلو تيرم مودرن، راك كونيكتي لهذيك الحضرة المحمدية. كما تكلمت هي، استعملت التشبع، استعملت قضية اليقين، استعملت قضية شكون اليوم اللي يقدر يأمن بأن السلام حل.
بأن السلام يقدر ينجم يكون حل باش هاد النزاعات يعني ما تبقاش. إذا ما كنتش عندك واحد الربط بالحضرة المحمدية، وكما تقولنا كما تكلم سي مصطفى أن كل المجتمع الجزائري كانت عنده هذا الشيء راسخ في الورث نتاعهم، يعني في الشيء اللي خلاهم داروا المعجزات. يعني لما نشوف يعني تاريخيا الدور اللي لعبوه نشوفوا بلي هاد الناس ما كانش عندهم واحد الشيء، ولكن كان عندهم كما نقولوا هنايا كنه الأشياء، سر الأشياء، المكنون في الأشياء. وهذا المكنون في الأشياء ذلك السر هو الذي جعل أن المسلمين بنوا الحضارة وقابلتهم الناس، رغم بعض المؤرخين ولا بد كما قال لك الفرنساوي نول ني بارفي. ولكن لما نشوف يعني خلاو البصمات اللي تركوها في المجتمع الإنساني اليوم. بويع الأمير لأن كانوا على يقين بأن الذي سوف يجد حلا للخلاف مع المستضمر الفرنسي في الجزائر هو هذا الرجل، لأنه وارث محمدي. ربما الشباب راه يبانهم رانا نهضروا الشينوية، خاطرش علاش ما فوتناش في التعاليم نتاعنا، ما فوتناش في التربية نتاعنا بأن يا ودي ما كانش غير لما نقول القيم الإنسانية. يعني أنت القيم الإنسانية باش تربيها إلا ما تديرش الخير، إلا ما تسعاش أنك ما تقدرش تبني القيم الإنسانية. خاطر القيم الإنسانية عندها رياضة، عندها شروط، ما هيش غير هكذا روح تبني القيم الإنسانية. كما قلت هي الإيمان واليقين في هذا الرجل. نذكر أنا قصة سيدة فاطمة. نعم. واحد من الناس اللي بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بايع وعاودوا له يبايع المرة الثانية. الرسول صلى الله عليه وسلم عقل عليه، قالوا على ماذا تبايعني؟ بايعت في الأولى وراك تعاود تبايع. قال له أبايعك على ما فيك. يعني هنايا ندخلوا في واحد اللغة أخرى. ولهذا نرجع لسي مصطفى. يعني اليوم سي مصطفى هذا التخلي، نقولوا المصطلح نتاع المبايعة خلينا من المصطلح السياسي سي مصطفى كمصطلح نقولوا اجتماعي، خاطر لأنه لو كان بقينا ربما مربوطين يعني التماسك المجتمع الجزائري. انت ربما تعرف البيئة هذه، عشت فيها، جدودك جو من نهار على بالك، وراك تعرف مليح، وسمعت الناس، وراك حضرت ربما على الناس اللي عاشوا هذا الزمان. وشكرا سي مولاي على هذه الدعوة ومع الأخت أسماء. حق هذه مناسبة يعني سعيدة وجليلة، هذا التفكير في الدلالات هذه الذكرى نتاع مبايعة. حق مبايعة الأمير احنا نشوفها فقط في كتب التاريخ، نشوف منها جانبها يعني العسكري وجانب هذه مقاومة الاحتلال، ولكن في حقها هي ممارسة كانت موجودة في المجتمع الجزائري تاع البيعة والعهد بين الناس والأفراد والجماعات، كانت موجودة في الزوايا وفي القبائل. وهذا يدل بأنه في حقيقة نجم نقولوا بأنه في هذا العصر اللي عايشين فيه عصر اللي يخلو من المبايعة. وفي عوض المبايعة واش كاين الفردانية وكاين الاستهلاك وكاين التكنولوجيا. يعني وحتى العلاقات بين الناس راهي فيرتوال، لا راهي فيها لا كونيكسيون بوكو بلوس، وراهي يعني كأنه فيها لابونمون سبسكرايب وفيها لايك. يعني أصبحت يعني العلاقات بين البشر يعني أصبحت يعني سطحية وإفيمار عابرة. وحتى يعني داخل يعني حتى في الفضاء الواقعي تشوفوا الالتزام الناس مع بعضهم، لأن المبايعة ما هو التزام مشترك. الأمير عبد القادر التزم، لأن لازم نشوفوها غير أن اللي بايعوه ما التزموا معاه في المهمة، هو تاني يلتزم معهم. يعني هو التزام مشترك، هو شافوا فيه أمير المؤمنين قائد قيادة، نسموها اليوم قيادة ليدرشيب، وهو شاف فيهم الجروب الجماعة اللي مهمته أنهم يقودها نحو الخير والصلاح ويحافظ عليها. احنا هذا هو التفكير اللي خاصنا اليوم، التزام. هذا اللي نشوفه دائما مع الزوايا. احنا الحمد لله في الجزائر الزوايا اللي ما زال محافظ على هذا الإرث الأمير عبد القادر، إرث المبايعة. رغم اليوم الزوايا فيها المبايعة، ولكن ماشي يبايعوا على الجهاد ولا على مقاومة الاحتلال، ولكن ربما جهاد النفس ولا على الأقل لأن الوظيفة نتاع المبايع في حقيقة هي في حقيقة هذه الوظيفة سيت اون فونكسيون، يعني حتى موجودة في كل المجتمعات. والجو بالليل أنا حرت كاين بعض الممارسات كنت نسمعها في الطرق الصوفية، وكنت نحسبها زعما ممارسات يعني متخلفة، حتى وانا يعني ولا مش متخلفة، يعني فات وقتها. ولكن ولينا دروك نشوفوا العالم المعاصر كيفاش يخدم، حتى نلقاوها بأساليب. يعني نعطيك واحد المثال باش نذكروها. واحد الطريقة قال لك في الطريقة الدرقاوية كما الطريقة العلوية، الطريقة الشديدة الدرقاوية، قال لك المريد يعني بغيت المريد كي يبغي يدخل الطريقة شي يعطوه، قال لك يعطوه واحد السبحة كبيرة ويقول له روح طلب. هذه كان يديرها بكري في قرن 19، يقول له دور على الحي، دور طلب.
وتقول ما كيفاش نطلب، انا انسان لاباس بيا، اطلب، روح لمد الوعده. يعني فيها تكسير للنفس. وهذه في الحقيقه اكتشفتها في المانجمنت. الشركات الامريكيه كيجي واحد مثلا يخدم، يجي انجينيور عنده دبلوم، اش يقول له؟ ما يعطوش بوست انجينيور، يقول روح قباد الباب. كيفاش انا انجينيور روح قباد لاكاي؟ كيفاش انا؟ وعلى بالك تما يتعلم، يكسر ذاك النفس تاعو ويتعلم من جديد. ومن بعد يقول له من لاكاي روح للكوميرسيال. يا ودي انا قاري لا روح. يعني فريمون هذه الممارسه نتاع المبايعه اكتشفنا مؤخرا بانه كل مؤسسات اليوم الحديثه، هذه المؤسسات هذه تاع اللي فيها العلاقات، اللي مؤسسات كبيره ممكن تكون شركه جوجل، شركه يوتيوب، شركه تلقي فيهم حاجه ما يسموش المبايعه ولكن يسموها الشارت دي فالور، يعني واحد الميثاق تاع القيم. واليوم شوف احنا واش نعانوا اليوم في مجتمعنا الجزائري، نعانوا بان الافراد ما عندهمش التزام، ما كاش انجاجمون. وانه هذا اللي افتقدناه، كيفاش انجاجي مع ان جروب وافيك الليدر قائد. لانه هذه قوه الامين عبد القادر، الناس امنوا بشخص، احنا خاصنا الاشخاص اللي امنوا فيهم. اليوم هذا ازمه مجتمعاتنا، ما كاينش ثقه، كل شيء راه كيف. هذاك الامين اللي فكرنا بلله في المجتمعات كاين ناس قاده، وكاين ناس يقدروا يونجاجوا معاهم، وكاين ناس يقدروا، ومهما كانت القيمه، انا ماشي على غير الامين، نحكي مع مؤسسه حتى ولو تجاريه ولا مؤسسه خيريه، ولا يكونوا الناس عندهم الرساله. اذا يعني في حقيقه بذكر المبايعه تحيي فينا هذاك التفكير في القائد، في القيم، في الاشارت، ميثاق القيم اللي نلتزموا بها ونتعاونوا. ماشي غير نتبع القائد ولا نتبع، لا ماشي غير نتبع المدير ولا نتبع القائد تاعي، لا، ولا هو يحاسبني. هو التزام مشترك، عندنا اشياء مشتركه، قيم مشتركه، ونتعاونوا ونلتزموا مع بعض ونضحوا مع بعضنا. يعني هذه القيم في حقها اللي غايبه اليوم في مجتمعنا، في عديد المجتمعات اليوم. في هذا انا دائما شخصيا كي نزور الزوايا ونشوف مثلا نشوف الشيخ خالد بن تونس كشيخ ولا اي شيخ اخر، ونشوف المحبه والعلاقات اللي بنحوله، والجماعه المجموعات اللي بنحوله، نحس باللي هذا هو الخير، هذه هي البركه المحمديه، هذا هو التقليد، وهذا هو التراث نتاع الامير عبد القادر. لازم يتعمم، لازم هذا هو اللي خصنا. هذا باختصار. الطرق الصوفيه هي كل طريقه صوفيه الشيخ، كي نشوفوا الشيخ والمريد هي صوره مصغره للمبايعه تاع الامير عبد القادر، دارها الرسول عليه الصلاه والسلام. تفضل سي. خاطر انا بغيت نرجع للامر، لان اليوم لما نشوف، لو كان نتكلم عن المبايعه من منظور سياسي، من منظور سياسي فقط. لما نشوف بلي ان الاتباع، ناخذ مثال الطريقه التيجانيه، لما نشوف بلي الاتباع على مستوى العالم، الشيخ يقول كلمه للاتباع في العالم تنفذ، كل العالم في كل اين الحدود السياسيه؟ ما كانش حدود سياسيه. شوف القوه، نعم، واحد امريكاني، واحد انجليزي، واحد الماني، واحد غابوني، واحد كذا، ايوه. ولكن هنا باش نشوف باللي هذا المفهوم السياسي راه من وراء المفهوم السياسي. يعني تطرقت هذا السؤال، تطرق في المحاضره ما سماهما بالدبلوماسيه الصوفيه. ولكن الشيخ ما حبش هذه الكلمه، قال يا ودي المساله ماهيش مساله قال الدبلوماسيه، لان غير تقول الدبلوماسيه ندخلوا في السياسه، ولكن القضيه قضيه ولاء، لان هاد الناس بايعوا الشيخ، خاطر على بالهم بلي الشيخ الى اعطاهم امر بلي يروح في مصلحه الانسان، ماشي مصلحه، ماشي خدعه ولا ماشي في السيده فاطمه مع الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا متاكدين انه صاحب قيم، لانه الامين من قبل يعرفوا بلي اسمه الامين، وما يقدرش يخدع وما يقدرش يظلم وما يقدرش يحقر وما يقدرش اي راه تيقن بلي راه امام المثل الاعلى الإنسانية. يعني الإنسانية، القيم كلها جمعت في سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. نعم سيدة فاطمة. نعم، باتخاذه هذا القرار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بدور الوسيط. Il était un médiateur de paix ما بين المسلمين اللي بغاو يدخلوا بالقوة وما بين il était un médiateur de paix، كان وسيط قريش واليهود والنصارى، يعني كان وضع السلام في المركز، وضع السلام في المركز، فكان وسيط للسلام. وسؤالك سيدي حول تعميم هذا فكرة المبايعة، من الممكن جدا أن نقوم بها بإدراجها في البرنامج المدرسي. يعني البرنامج التربوي، المشروع التربوي اللي رانا نعملوا عليه احنا في التربية من أجل ثقافة السلام، هو يعلم الطفل على حسب التفكير نتاعو معنى المبايعة، وذلك بالعمل في الدائرة اللي نسموها دائرة اليقظة للفضائل والجود، اللي من خلالها نفتح الدائرة وعندها دي برانسيب
تجيب عنها دي برانسيب اللي لازم نحترموهم، ويقوم المربي بشرح الموضوع النقاش، سواء يكون حول تبذير الماء أو على تصرف غير لائق، ومن خلال عملية الإنصات يستمع الطفل الآخر، وكل طفل يكون له دور أو حق في أنه يعبر عن رأيه بطريقة حرة. يخرج في النهاية يخرج هذاك النقاش بسلسلة من الالتزامات تخرج من عند الطفل لا تفرض، لأن المربي في هذا المشروع ليس بملقن ولكن بميسر، يكون دوره الميسر، يقود الطفل في عملية التعلم ويشركه في جميع الأنشطة التي ينجزها بمعية زملائه، سواء كانت مشاريع أو نشاط. يخرج هذاك النقاش تاع الدائرة بسلسلة من الالتزامات، أنا ألتزم كذا، أنا ألتزم كذا، سيت اون شارت، يخرج بأون شارت ديزونجاجمون. اي العمل هذاك ما يحبش فماك، ما يتوقفش عند هذيك الدائرة، لازم المربي تكون عنده يتبع، ومن حين إلى آخر يقول أنا ألتزم أنني كي نروح البيت ما نخليش الحنفية مفتوحة، أنا ألتزم أنني ما نرميش، ويخلي الطفل يعطيه حرية التعبير، ما يتعلمش معاه، ما يتعاملش معاه لغة الترهيب، هو يلتزم الطفل يلتزم ذاتيا بما اختاره من قيم، ولا من اختاره من قيم، عنده قيود، لا ما يكونش عنده يقيد نفسه، هي كله من داخل، صادر من داخل. أولا نعطيه حرية أنه يعبر عن نفسه ويعترف في لدى أخطاء، لأن إلى كبتنا في هذا يعني ما خليناش يعبر عن نفسه، لأن الثقة في النفس ما تتبناش، والثقة في النفس هي الخطوة الأولى نحو الإبداع. إذا أردنا من هذا الطفل أن يكون مسؤولا، نخليه يتكلم بكل حرية ويعترف ويصحح الأخطاء نتاعه. بهذه الطريقة تبقى المبايعة حية، لأنها المبايعة متصلة وتعتمد القيم الإنسانية، لأنها هي مبنية على صيغة مبايعة مفاعلة، يعني مبادلة وتبادل الأدوار. وكانت من البداية هكذا. إنسان ما يحسبش باللي يا ودي أنا أحكي لكم واقعة وقعت في هذا الأسبوع تاع المولد النبوي الشريف. الناس جات عند الشيخ، هم من جويات موشنت، أئمة شباب، أئمة يطلبوا المبايعة، يطلبوا، والشيخ كان يعودي راكم أئمة، لا شيخ، احنا خاصنا الكاش، خاصنا الطابع، ما نجموش نمشيو الى ما. او الشيخ باش جاوب قال حقيقه، قال خاصكم الاسيورونس، ما تقدرش تخوض انت في واحد الشيء وانت ماكش مسوري، صح، خاطر هذا الامر هناك من كلفه، من كان خليفه لهذا الامر. حنا من نشوف ربما بعض المواقف اخذها الامير، متشوف انت يا مثال جماعه خفيفه من الناس يقولوا لا روحوا لهذيك البلاصه حاربوا، هما ناس ضعفاء والمقابل راه كبير وكذا، عقليا ما تقبلهاش. ولكن لما الشيخ يقول ولا الامير يقول، لانه مهما كان انه قائد روحي قبل ان يكون قائدا، على بالهم باللي يودي ما راش يدي فيهم للتهلكه، على بالهم باللي راه مأدوم في هذاك الامر، عمليه تسليم يعني. ولكن هذا السي مصطفى تكلم على مساله التبادل، لأن ما هو التبادل؟ لأن على بالهم باللي هذيك المرآة اللي راهي من الجهة راهي ما تكذبش عليهم، راهي تعطيهم الحقائق، ولهذا ما يسمى بالمبايعة، أنك سلمت الأمر للمولاه، ولكن عن طريق نرجعوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. شوف المسألة، يد الله، هذه اليد، هذه يد اليد اللي مدها محمد عليه الصلاة والسلام، صار بيرا يقول يد الله فوق أيديهم فسوف نؤتيه أجرا عظيم، ما قال لا جنة لا ودان لا حوريات، لا قال أجرا عظيم. الأجر العظيم مولاها راح عرفوا شوالا باش نعرفوا باللي يودي المسألة. نرجعوا يعني معنى المبايعة راهي معنى، أنا غير باش ننبه باللي يودي راهي معنى المفهوم نتاعها الروحي راح أكثر أعمق من المفهوم نتاعها السياسي ولا الاجتماعي ولا حنا مفهومها روحي وكفى. لما نفهموا راهي تتكلمنا اليوم لا ميدياسيون اللي راهم اليوم راهي أمريكان وراهي يسعى باش، ولكن شوف من رجال لا ميدياسيون، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكان خلاف كبير يعني في الميزان، ميزان القوة، ولكن فضل الوساطة. كان يقدر يدقدق كل شيء، ولكن فضل الوساطة لأن هذا هو دوره.
وتنازل كيفاش تنازل بزاف كاع. تنازل على الصفه نتاعو كنبي، وقال معليش انا محمد عبد المهم مصلحه المجتمع، يعني من اجل السلام تنازل على حقه في التسميه وهذا الرتبه. وهذا هو المهم اللي قالت سمولا والاخت فاطمه، انه نفكروا في المعاني، لانه هذا ماهوش مجرد مبايعه ظاهريه فيزيائيه ولا سياسيه، هي قيم، دي فالور، والتزام بالقيم. هذا هو البعد الروحي ولا مادي فيها اللي ما يتشافش، هو التزام على الاهداف المشتركه والعمل المشترك مع بعض. والامير الامير عبد القادر ما فرضش على القبائل اللي تبعوني ولا لا، تشاوروا وتذاكروا منا ومن بعد وصلوا اتفاق، قال يلا بسم الله انترك امير المؤمنين ونمشوا معك. هذا اللي غايب في مجتمعاتنا اليوم، هذا التبادل تاع القيم، الالتزامات حول القيم، الارتباط بالاشخاص القاده اللي يمثلوا القيم ويكونوا محل ثقه مطلقه. حتى يعني كي تشوفها كما يقول لنا في المعنى الاسلامي، ماكش بايع، ماشي يد الله، هذيك ماشي يد الشخص، هذيك النبي، هذيك يد الله. وكان المطلق يتجلى في الاشخاص وفي المجتمع. هذه هي هذا هو الجانب اللي بحقيقه انا يظهر لي باللي هو اللي غائب اليوم، واللي الجانب التضامني، جانب تاع القيم والسلام والمحبه والتعاون والالتزام المشترك. حنا اليوم هذا الكلام راه يبان ربما الناس تبان لها باللي سينما، ولكن ما خاطش مازال ما دركتش الانسان كما قال لك من رقى شعوره كثر المه. رقه الشعور ما بقاتش اليوم، الاستهلاك بركه، استهلاك باش نعرفوا، لانه كاين مشكل اليوم مع الوسائط هذه الاجتماعيه والفيسبوك والتواصل. اليوم افتقدنا في حق الامير عبد القادر، وهذه المبايعات تاع الامير ومبايعات المشايخ اليوم واخذ العهد، هي حاجه اولا تتم، او مولاي يشرف عليها دائما، تتم اولا بالجمع وقدام الشهود المجتمع، والشخص اللي راه باغي ياخذ العهد والالتزام مع المجتمع ومع الجماعه يحضر ويلتزم مع الشيخ بالحضور. اليوم هذا هو اليوم اللي ماهوش كاين. اليوم الناس مثلا المبايعه ما تمشي في فيسبوك، ما تمشي يعني باللايك ولا يعني حنا بزاف اليوم يقول لك راني معاك، راني ندير لايك، بصح لا، بصح يعني باش تبين باللي راك ملتزم بهذه القيم وهذه القضيه، تجي تتنقل، تتحمل المشاق، تحوس على الشيخ تشوفه. بيان سور انا عاقل، انا بهدي نقول لكم السر دي عمرها ما قلتها، مش عارف علاش ما نقولها دروك. واحد النهار والله لا الحضره هذه خاطر نهضروا، انا كي سمعت بالشيخ خالد بن تونس قريت عليه، كنت في الجامعه ولقيت كتابه السوفيزم كاد الاسلام، وقريت وعجبني، قلت هذا السيد نتلاقى به لازم نشوفوه. كاين واحد صاحبي مشى قدامي قال له ودي الشيخ ما راش هنا، يجي حتى اللعيد. انا قلت ودي العيد اللي قد نمشي على بالك بالليل، اذا كنت صغير نهار الزوج تاع العيد، قلت نمشي نشوف الشيخ هذا نتلاقى به نشوفه. والشيباني قال لي انت ولا تهبلت، وين ماشي الزوج تاع العيد وماشي المستغاليم ودي زاد تهبلت يعني. بس يعني كنا شباب وكنا نحوسوا نلتزموا، سبحان الله كنا نامنوا بقيم، الانسان يامن بقيم وبعد يشوف هذا الشخص اللي جسد القيم وين راه، لانه الانسان ما يقدرش وحده، لانه يليق التبادل، يليق لي شونج مع الاخرين، يليق. انا مانيش نقول الناس يلتزموا بطريقه معينه، انا الانسان يلتزم مع مجتمع مدني، مع جماعه، ما يبقاش وحده معزول. لانه المرض اليوم الناس مريضه بالفردانيه، بهذه الانانيه. واحد غير في الريزو سوسيو قاعد، وهذو لي ريزو فيرتويل ماهم والو، مش حقيقيين. قادر تكون مع تلقى غير ذباب الكتروني راك معاه، ولا تلقى اشخاص وهميين، بصح لا، بصح كي هذه المبايعه ولا كيما دير الطرق، ولا كيما يديروا كاع الجماعات المنظمه، سي هيومان، سي فيزيك، سي بارول، سي اون بريزونس وشهود وحضره. فيها الحضره ماشي الفيرتوال، حضره حقيقيه. نبهتني نقطه مش عارفه توافقوني عليها، جاتني الان فقط لما نقولوا الشبكات الاجتماعيه هذو، الفيسبوك وتويتر، وخلينا كلش ما على الانترنت، حتى هذيك مبايعه، لكن مبايعه وهميه، لاننا في الاخر يقول لك الا تمضي قريت كامل هذا الشروط ولبيتهم، هنا ايضا راك بايعت، بصح بايعت الوهم، ما بايعتش الحقيقه، ما حضرتش الحضره الحقيقيه كما قال. لازم الحضور الروحي والجسدي. وكاين اللي حسب روحه كانه كي راه على الفيسبوك موجود فهو موجود في الحقيقه، وهذه الكارثه الكبيره، هذا الخطا الكبير. حضورك في الوهم، هذا خيال، وهم وخيال. لانه الناس كاين اللي عايشه في الفيسبوك يحطوا صورهم، يحطوا شيء ياكلوا شيء يشرب، كاين اللي نهار من الحيت يروح حتى الليل هو شخصيته في الفيسبوك. شخصيتك في الفيسبوك هذيك ولا شيء. وانا نظن المكان، انا بالنسبه لي لما قررت نغادر الفيسبوك، لانه في لحظه شفت في انه الرؤوس تساوت في الفيسبوك، وليت انا واخر لا معنى له، ما عنده حتى ثقافه حتى معنى، وليت نتساوى انا وياه. اذا انا اغادر هذا المكان.
ناخذ خذيت القرار وغادرت المكان باش نرجع للامير. لانه فيه العنف، العنف كبير فيه. خاطش علاش الناس ما يعرفوش بعضهم، والناس عندهم هويه مزيفه. النفس هو جسم الصوفيه وش يعلمونا هي انه يكبح النفس واخضاع النفس. والفيسبوك والشبكات الاجتماعيه خاصه بانه يعطوك دير هويه مزيفه، يفتحوا لك المجال باش النفس تاعك تطلق عن العدوانيه تاعها. على بالك الانثروبولوجي لقاو بعض المجتمعات البدائيه كي تتقاتل لقاو شكون هما الافراد اللي عندهم عدوانيه كبيره وقتل كبير. دوك اللي يديروا الماسك، هذوك يديروا الماسك هما اللي عندهم اللي قتلوا اللي يعتادوا بزاف. علاش؟ لانه تحت ما يعرفهم واختفي. سي نورمال انت كتختفي وراه وتبي تعاير هذا، بصح لما تكشف عن وجهك وتظهر بشخصيتك وتتكلم والاخر تما نفسك تتقيد. ولهذا الالتزام لما الانسان يدير لانه هذا في الانثروبولوجي اسمه طقس ريتويال. لما طقس دير ريتويال تاع انك تبايع شخص حول قيم معينه قدام الناس، صاي شغل انك تفرض على نفسك هذاك الالتزام والمجتمع يولي يحاسب فيك لانك بصح في الحضور تاعك. تفضلي. دائما في موضوع لي ريزو سوسيو، هي اليوم من المحال ان نحرموا الشباب باش يستعملوا هذه الشبكات الاجتماعيه، ولكن اذا كانت التربيه تكون عمادها والاساس تاعها هي القيم الانسانيه وتوعيه الطفل، ايقاظ الوعي، هذاك التفكير النقدي يمكنها أنه يطرح أسئلة مع نفسه ويحاسب ويراقب نفسه، يعرف كيش يختار الغذاء هذا من خلال هذا المعلومة، من خلال هذا الآلة، بحيث أنه هو يولي يتحكم فيها مش هي تتحكم فيها. هذا هو السلاح. ما نجوش نحرم الطفل أو الجون باش يستعمل لي ريزو سوسيو، ولكن نيقظ الضمير نتاعو من خلال تربية السلام، تربية روحية، تربية حية لأنها مبنية على قيم لا تموت. وبالتالي إذا بقات هذه القيم حية في ضميره، فهو كي يكون أمام هذا الآلة، هذا الأداة الإلكترونية، يعرف شيء يخير، يعرف كما الغذاء، يعرف شيء ياكل شيء ما ياكلش، الغذاء اللي مضر بالصحة تاعو والغذاء اللي إذن هذا هو سكيل فو فير أوجوردي، سي إيفيي لا كونسيونس دو لونفون. أنا حبيت فقط باش نختموا، أتمنى أنه بغية الموري تاع اليوم كانت فرصة أننا كشفنا الجانب الآخر للأمير عبد القادر. لما ندير مبايعة على الأمير، مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسول سلام، أمير عبد القادر كان رسول سلام. المواقف اللي عاشها في سوريا المسيحيين المسلمين، لا ومن وصل رمضان يعني دخل سقس على الوقت، قالوا هذا يعني اللي من الكنيسة تاع رمضان ودخل صلى العصر، يعني رمز باللي يا ودي مانيش ضدكم، انا مانيش جاي انسان يعني باين نقول لكم باللي المكان الصلوات تاعكم انا ما يصحليش كمسلم، ولكن هذا الرجل اللي جاء من بلد مستعمر يعني عطى يعني واحد الدروس في الإنسانية، دروس معاملة الأسرة، يعني كتب كثيرة تكتبت في معاملة الأمير عبد القادر الأسرة، قانون حقوق الإنسان هو أول من حطها، يعني اللي قال هذه العبارة اللي كانوا ما يعرفوهاش في أوروبا. الجهل الكبير هو، وهذا اللي ما عندناش، هذا اللي لازم نبايعوا عليه اليوم من خلال نجدوا العهد مع الجزائر تاعنا، هو أننا نعرف الأمير على حقيقته. الأمير مش رجل سياسي فقط، مو شخصية تاريخية ولا عسكرية، هو هذا الكل المتكامل، هو الرجل الصوفي، هو الرجل، هو السياسي، هو العسكري، الفيلسوف لأنه في المدرسة أمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، هو القائد تاع الجماعة، هو قائد مجتمع. يورينا الأمير عبد القادر كيفاش نقدروا الأفراد قائد إنساني، كيفاش خصنا نتعاونوا حول أشياء ونحقها مع بعض. وهذا هو اللي غايب عنا حتى في حياتنا اليوم، في مؤسساتنا اليوم ما راهش كاين القائد اللي يلتفوا حوله الناس. ما تحسش باللي المؤسسة هذيك اللي تخدم حول قيم مشتركة، باللي القائد هذاك ما تحسش هذيك المبايعة. في حق مؤسساتنا تحتاج المبايعة، تحتاج إلى المبايعة، مبايعة حول قيم. لا باش نعاودوا نرجعوا المستمع اللي جاوا يلحقوا بينا الآن، ما تخيلوش المبايعة كما قلناها عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عند الأمير عبد القادر. مبايعة مفهوم جديد، هي التزام بين الطرفين. هي دائما المبايعة هي في حقها ما تبدلش، هي دائما لا ما تخلعش، ولكن خاصة نولفوها. هي مبايعة حول القيم، سي لي فالور، بس ما كاينش حاجة مادية يلتزموا الناس بها ويحقوها مع بعض.
سواء في وقت الرسول ولا وقت الإمام بقدر، وهي دائما كان قيم اشياء تفوقنا واهداف عاليه نخدموا باش نحققوها. تواصل بين الناس، تكون كاين تواصل، اون كومونيكاسيون كي اكتيف. هذاك التواصل هو اللي يكون عباره نجم نقولوا تبادل طاقه ايجابيه. خاص مبايعه فيها بيع وشراء، فوالا يعني تدي وندي. أيوة. او ثاني كاين واحد البروفيتاج انا شويه مبايعات، تعطيني ونعطيك، هو ماشي غير نعطيك وانت ما تعطيني والو. صح، تجاره رابحه في كلتا الحالات، رابحه غانيون اللي راهم يهضروا بها رابحه من الطرفين، غير ماديه لانه فيها الحقيقه هي بعد تجيب الخير عليكم. وفيها اليقين. وكي نقولوا اليقين مثلا عاد يقول مثلا نقول نعرف اسماء الله الحسنى مثلا، نقول له مثلا البديع ولا اللطيف ولا مش غير تذكرها، وانما تكون عندك يقين من الداخل بانه بها، لانه انت اصلا بديع، انت روح، انت نفخه من روح الله. اذا كل ما هي صوره الله، اسماء الله، فهي فيك انت ايضا. خلق ادم على صورته خلاص. اذا هذا هو اليقين. اؤمن باني أنا صورة من الله، إذا أنا أيضا بديع، أنا أيضا في اللطف، في المحبة، في السلام، فينا الأمير عبد القادر أعطينا حقه. لا فينا المبايعة ما عندها معنى، ما زالت مهمة المبايعة. والله ما كنت هذا المعنى اللي فهمتها اليوم. المبايعة هذه قديمة وفاس. أنا حسبتها غير كان فيلم الرسالة يقول لك المبايعة تحت شجرة، والمصادفة أنه الرسول دارها تحت الشجرة والأمير دارها تحت الشجرة. لأن رمز كبير الشجرة، الربط. الشيخ العلوي، جذور الأرض والسماء. ولكن يقول لك جيب لنا الشجرة تاعك من الصلة سيمولاي. الشجرة تاع اللي موجودة في الدبدبة تاع سفيسفا، مش هي نفس الشجرة اللي بويعت الامير عبد القادر؟ لا، درداره امير عبد القادر. ولكن رمزيه الشجره رمزيه كبيره. خاطر يقول شجره مباركه لا شرقيه ولا غربيه، هذه تدور على لونيفرساليتي دو ميساج، يعني باللي يودي مساله رساله كونيه. تكلمت السيده فاطمه على مساله الرساله الكونيه، الشجره هي تربط للرساله الكونيه، لانها رساله كونيه يودي ماشي تاع المسلمين، هي رساله كونيه. يعني العجيب مولاي، عجيب انه في افريقيا جلسات الصلح والوساطه الشجره. انا عندي في الدار شي نهار نجيبها هنا نوري لكم واحد الطابلو يوروها هكذا شجره كبيره والناس مريحين تحتها يديروا المفاوضات في افريقيا هذيك لا سيمبوليك. اذا احنا الانسانيه كلها عائله واحده ونختصروها كل واحد في ذاته في نفسه. الشيطان يدخل بيناتنا، الشيطان دخل بيناتنا الله يبعد علينا خطر الشيطان يكون بنادم يتجسد واعر. استاذ رجعي أنا سعيدة جدا أني فهمت معكم مفهوم المبايعة اليوم. والشجرة هي الجذور تربطنا بالأرض، وهذوك الأوراق متصلة بالسماء كذلك، متصلة بالسماء. فهذه الرموز والإشارات التي يجب أن نفهمها. دكتور مصطفى رجعي، أستاذة فاطمة، يعطيكم صحة، والله سعيدة معكم في هذه الحضرة. كتر خير أستاذ سيدي مولاي، أنه سيدي مولاي جاب لنا هذا الضيوف. درنا حضرة اليوم، حضرة روح الأمير عبد القادر، حضرة الأرواح الطيبين. 190 سنة على مبايعة الأمير عبد القادر، يذكرها الشباب. روحوا بحثوا في الأمير والله يعني هو اللي منها الفلسفة نتاعو. جابوا المصطلح تاع إنسانية الإسلامية، أو الفكر الإنساني الإسلامي. هو في الحق مش أنا كاع ما زادوش إسلامي، لأنه إنساني. لأنه الإسلام هو الفطرة الإنسانية اللي خلقنا بها رب العالمين. أنا اسمح لي خليني نشكركم كثير، ونقول للشباب أنهم دائما كلمة يقولها سيدي مولاي، ارجعوا لتراثكم. كي نقول لك تراثك ما ترجع لذاتك، ما تحتقرش نفسك. أنت الأفضل، مش أفضل من الإنسانية كلها، وإنما أنت هذه الإنسانية أصلا. أنت أصلا هذه الإنسانية اللي لازم أننا نبايع بعضنا بعض على المحبة والسلام. إذا يعطيكم الصحة. شكرا. وخلي يا أستاذ مصطفى. لا ما عندي ما نقول، فما كاش ما نزيد ما نقدرش نزيد فوق كلامك. راكي قلتي كلام لازم يعقلوا عليه، خاطر غير نقول كلام غادي ينسوا. يعطيكم الصحة. كلمة أخيرة سيدة فاطمة تقولي لنا. الكلمة الأخيرة، نتمنى أن الرؤساء صناع القرار على المستوى العالمي في شرم الشيخ أنهم يعتبروا بهذه الحكمة المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجدوا الحل الوسطي الذي يناسب الجميع، والذي يضع في المرتبة الأولى المنفعة العامة للإنسانية. شكرا. وشكرا لكم. مليح. شكرا لكم سيدة فاطمة. فكرتني على هذه الكوب 27. الكوب هي اتفاقية الأطراف، هما راهم يسعوا في هذه كوب 27 في شرم الشيخ باش يتفقوا. يعني في حقيقة راهم يحوسوا على مبايعة من أجل خفض المناخ، ولكن صعيبة.
ولكن هذه هي راهم واعره فيها، هذا هو راهم يحوسوا الناس يوصلوا لها، راهم يحوسوا يتبايعوا الجميع باش يخيروا سلوكنا باش نواجهوا التغيرات المناخيه. الحل موجود، الحل راه في خاصة الامير عبد القادر لا، الحل راه موجود، هو السلام، والسلام القائم على المنفعه العامه لا على المنفعه الخاصه. على كل حال انا اشكركم كثيرا على هذه الحصه، وكما يمكن حتى من حضرنا في الكراس كان شي مستاري كان قال لي سمونا، قال لي هذه اليوم ما حضرناش محاضره ولكن كنا في حضره. قالها لي مسكين، قالها لي خاطر كان الجو تاع حضره، يعني كل الحضور يعني حسينا بهذا الشيء كما كنا في الكراس. انا اختم يعني هذه الحصه بعد ما اشكر السيده فاطمه واخي سي مصطفى على يعني كيفاش فوتنا، والسيده اسماء يعني كيفاش ربما اعطيناكم كما احنا فهمنا مفهوم المبايعه اليوم، يعني بعد 190 سنه من مبايعه الرجل العظيم مؤسس الدوله الحديثه الجزائريه، يعني كمثل اعلى باش ان شاء الله يكون لنا قدوه في المستقبل القريب للشباب الجزائري. الامير عبد القادر يقول: اذا جاءني من يريد معرفه درب الحقيقه سوف اقوده من غير مشقه نحو الحقيقه. سافعل ذلك ليس بغرض دفعه لاعتناق افكاري، لكن قصد اظهار الحقيقه امام عينيه. كلام ماهوش كلام الحقيقه، يعني كبير عالي بزاف، يعني باش نقدروا يعني هذا الانسان ليس بغرض دفعه لاعتناق افكاري. شوف المساله وراهي، لكن قصد اظهار الحقيقه امام عينيه، يعني باللي الانسان رباني محض ما عندوش يعني ميول يحوس على ابهه ولا يحوس على، ولهذا علاش رانا نوصلوا للانسان يا ودي يعني هاد الناس ربحوا بالتواضع، ربحوا بالخير، ربحوا بقسموا الشيء اللي عندهم، ربحوا. وشو وين وصلت يعني يوم الانسانيه اليوم؟ هو ان هذا الرجل كنا نتكلم مع سي مصطفى لان كان واحد المستثمر امريكي كبير يعني ملياردير من اصول باكستانيه، كان معول يدير ملتقى دولي في نيويورك، كان هو باغي يموله من جيبه باش يدير الامير عبد القادر لو موديل يونيفرسال، يعني دار كل البرنامج وكان مستدعي كامل المفكرين باش يديروا من الامير عبد القادر، لان كايزر كان دار المدرسه اللي ما زالت تدرس الى اليوم، قيم الامير عبد القادر في الولايات المتحده، وهي مدرسه معروفه في امريكا، وراهم يدرسوا كاع القيم الامير عبد القادر. وحنا يعني تراثنا علاش حناش رجعنا لهذه، خاطر لمونا راهم يقولوا شكون قالها من نهار جا حضر معنا عصام، قال لي ودي ما نعرفوش شكون هما رجال الجزائر، ولكن انظر اين عظمه الرجال، شوف وين راهي. على كل حال نشكركم كثير على هذا الإصاء، ونتمنى أن نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى في موضوع آخر، ربما دائما من التربية الروحية في حصة بغية المريد. بارك الله فيكم وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا.